انت ابو جنه لو ابو الفلوس؟ والله اني بالنسبه لي اذا تيجي تضرب على اسم ابو جنه اقدر اقول لك اني ابو جنه وفخامه الاسم تكفي. واذا تيجي تضرب مثل على الفلوس، فالفلوس بالوقت الحالي كل شيء هي بالدنيا وكل شيء هي بالحياه. شغله واحده ما تسويها الفلوس، الامور اللي تتعلق بيد الله سبحانه وتعالى هاي الفلوس تعجز عنها. واللي يشوف الفلوس وسخ دنيا هذا كل شيء ما يفتهم، مع احترامي للجميع. اقدر اقول لك واجاوبك بمثال بسيط. الفلوس تشتري الكثير من السعاده، واذا ما تشتري السعاده على الاقل تخليك حزين مرتاح. شلون حزين مرتاح؟ تبكي بقصر احسن ما تبكي ببيت ايجار، تبكي بسياره عاليه احسن ما تبكي على الرصيف. هاي الفلوس صاحب صديق زين ويقف لك بالشدايد. واقدر اقول لك الفلوس بنزين رجال. كل شيء بحياتنا هسه صار عباره عن فلوس. تروح تسجل ابنك بمدرسه يحتاج لك كتب واشتراكات وروحه وجيه. بطل الماي تقعد بالكوفي بفلوس، تفوت بمطعم بفلوس، اشتراك مال مولده بفلوس. طيب اشتراك مال انترنت هاي بفلوس. متطلبات الحياه. ايه. انت تؤمن بفكره الفلوس وسخ دنيا؟ ما قلت لك اني ليه اعتبر الفلوس وسخ دنيا؟ هذا كل شيء ما يفتهم. هسه وسيله الحياه الفلوس. تقدر تمشي بدون فلوس انت كرجل؟ مستحيل. تقدر تبني عائله انت كرجل؟ لا مستحيل. تقدر تشتري بيت بدون فلوس؟ تقدر تعيش حياه كريمه بدون فلوس؟ تقدر على هاي الامور؟ قبل ما انتقل الله سبحانه وتعالى، بس خلي اقول لك اخوي العزيز وتاج راسي انت، الله سبحانه وتعالى قال بكتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هنا الله سبحانه وتعالى قدم المال على البنون. كلامي صح لو غلط؟ صح. المال لو ما زين ولو وسخ دنيا الله سبحانه وتعالى ما يحثنا عليه ونطلب المال. الله حثنا على المال، يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قبل ما ننتقل واقول لك شلون تحصل هاي الفلوس، من هو ابو جنه؟ أنا شاب من مدينة الموصل، من عائلة معروفة كذلك بالموصل. على الاقل الاسم الثنائي. اسمي عبد الرحمن محمد نجم أحمد حسين محمد البجاري. هيك اسمي الكامل يعني. انت كريم حتى برد الاسم. ايش تريد؟ أنا بخدمتك أخوك وخادمك يعني. زين، الولاده، المنطقه اللي أنا ولدت بالمنطقة اللي القديمة. نشأت بيها كان لها تاثير على شخصيتك؟ أنا ولدت بالمنطقة القديمة وتربيت بالمنطقة القديمة وعشت بين أصدقائي وناسي، وصار أكو تغيير بالحياة. شلون يصير التغيير؟ التغيير صار اللي بالحياة أنت إذا تريد توصل للنجاح لازم تترك هواي أمور حتى تقدر تحقق النجاح. وأولا تترك الأصدقاء، لأن أنت إذا تلعب بفريق كرة قدم بمنطقة شعبية وردت تتحول للدوري المحترفين وردت تتحول إلى تلعب بنادي أو تلعب بالفريق مال المنتخب الوطني، شنو لازم تسوي؟ لازم تبدل الفريق. أنا بالنسبة لي بدلت الأصدقاء، واللي يريد ينجح ويمشي بالحياة النجاح لازم أول شغلة يسويها يبدل أصدقائه. هذول الاصدقاء كانوا لهم عامل سلبي في حياتك؟ لا، كانوا عقبه بنجاحك حتى مو بس عامل سلبي. على اي اساس بدلتهم؟ هسه انا اقول لك على اي اساس. مو بس اذا عامل سلبي، هسه اني اذا بطال عطال وعد امشي معاك انت كاحترامي شخصك الكريم. طيب انا اذا اشتغل والتهي بشغلي انت ما راح تفيدني. راح انت بطال قاعد 24 ساعه بطال عطال، ما راح تفيدني، راح تلهيني، راح تخليني انحرف عن شغلي ومسار العمل مالي. ما راح اقدر احقق النجاح، ما راح اقدر اكون نفسي، ما راح اقدر اشتغل، ما راح اقدر اكون عائلتي. انا اذا راح يظل ارتباطي بيك ما راح اقدر اصل المستويات انا اطمح لها. يجوز انت ما تفكر بهذا الشيء بس انا افكر. على الاقل اذا انت ما تفكر انا افكر. طيب، ابو جنه عبد الرحمن اللي نشأ بالمنطقه القديمه والان انت اصبحت حديث السوشيال ميديا، هذا فضل من رب العالمين سبحانه وتعالى. اسمك مطبوع باذهان، اذا ما كنا نريد نبالغ فنقول على مستوى العراق فضل من الله كامل. شلون يقدر يبني هاي الشهره ابو جنه؟ والله كبدايه كله توفيق من الله سبحانه وتعالى. هاي مؤمنين بها. انت من تبني شهره هسه كل شخص بينا، اني وانت واللي عيشاهدنا كل واحد بيوم عنده 4-5 محلات. ستقول لي شلون؟ أنا دينار ما بجيبي، فلس أنا ما بجيبي. اكو فلان راح انا اعتذر منك، راح اعطيك امثله واعطيك جواب. اعطيك امثله لين الامثال تضرب ولا تقاس. كل شخص بينا عنده 4-5 محلات. راح تقول لي شلون؟ هسه انا اقول لك شلون. الفيسبوك محل، توك توك محل، الانستا محل، السناب محل. انت ما عاد تشتري واكو توصيل مجاني من مواقع التواصل الاجتماعي. صح. ليش أنا ما أقدر أسوق وأبيع؟ ليش بس أشتري؟ كل واحد بيدنا هاي 3 محلات 4 تقدر تبدأ مشروع حياتك. أنت بس ابدأ واسعى والباقي على الله سبحانه وتعالى. مثل ما أنا عندي فيس وتيك توك ونستا، أنت عندك فيس وتيك توك ونستا. يجوز بعض من الناس هو
سلاح ذو حدين مواقع التواصل الاجتماعي بصورة عامة تستخدمها لأغراض سلبية، كمثال التحرش، كمثال المحتوى الهابط، وبعض من الناس توصفني انه اني من المحتوى الهابط. هاي راح نجي عليها، اجل لي خلي بس اكمل لك. انا استغليت بهذا الشهرة، دائما انا اشوف الانتقادات علي وهذا الانتقاد واسع، وسالتني من باب هذا السؤال شلون استغليت. انا بنيت شهرتي على الانتقاد السلبي، قدرت احقق هذا النجاح بالانتقاد السلبي، خليته مفعول فعال انه يفيدني لي، انه انا استفاد من الانتقاد السلبي، ليش يضرني؟ يعني هسه انت تبين لي، تقول لي انه ما في يوم من الايام تعليق سلبي اذاك او اخويا انا استفاد من التعليق السلبي. انت من تضوج مني، بس خليني اخدمك، انت من تضوج مني وتنتقدني وتعلق سلبي. شافك صديقك معلق لي انت سلبي، ايش بيك مع هذا؟ حكيت انت وهو علي، جاء اسمي بيناتكم، سمعكم الثالث، اسمي صار رايج بالشارع، اسمي صار رايج مع ابو التاكسي ومع حضرة جنابك اخوي انت وتاج راسي ومع الجميع. هذا الشيء المطعم مالي اشتغل، ظل اسمي رايج بالسوق. هذا اللي بنا شهرته. ايه الانتقاد السلبي انا حولته طاقه ايجابيه لي، انا ما اخليك انت تتمكن علي بانتقادك السلبي. انا ابو جنه فخامه الاسم تكفي. والنعم. بطل اني. والنعم. زين، هاي الشهره شلون ثبتتها باساسيات النجاح؟ انت شنو هي الاساسيات اللي اشتغلت عليها ووصلت لهذا الاسم الناجح؟ انت اولا تريد تنجح، شنو اساس النجاح؟ قبل نجحت الف بابك للنجاح. اول باب الالتزام، ابواب النجاح الف. اول باب الالتزام، هاي وحده. ثانيا تسعى حتى تقدر تنجح. انت قاعد بالبيت وما تسعى وما تتحرك ما تقدر تنجح. الثالثه، هسه اني كمثال اريد اشتغل واريد اصير تاجر واريد اكون نفسي. شلون؟ اعطيك مثال، الرقي الدبش اللي نقوله بمصطلحنا. طيب انت يعني جده زرعتها وتعبت عليها وزقيتها وكبرت. اعرف هاي الشمزيه حمراء لو بيضاء اذا ما افتحها؟ مستحيل. كذلك الشغل والعمل اذا ما باشر معروف. انجح